السلام عليكم ورحمة الله. أحلى صباح جميل عليكم يا رجالة، وأحلى صباح جميل على كل إخواتنا وحبايبنا، وكل راجل جدع بيشاهدنا، وكل راجل جدع بيكتب لنا كلمة حلوة. زي ما أنت عارفين يا رجالة، في غاية الحمام إحنا أقل الناس وكلنا بنكمل بعض يا رجالة، تمام؟ طبعا صدر قدامي كام حوار كده رجاله، حبيت برضو ايه اللي انا اتكلم عنهم، تمام، واوصل من عن طريقهم معلومه لكل اخواتنا وحبايبنا المبتدئين، تمام. ركزوا بقى رجاله معايا الكلمتين دول عشان اللي جاي جاي، تمام. بصوا يا رجاله، في غايه الحمام يا رجاله، غايه الحمام بتبقى سكتين، تمام، او طريقين، تمام. طريق السلامه وطريق الندامه، تمام. خدوا رجاله منك اقسم بالله رجاله كلمتين بما يرضي الله لكل اخواتنا المبتدئين عشان تبقوا متاسسين صح من اول لما تبداوا تربوا حمام. سكه السلامه انك تبقى واقف يا باشا على ارض صلبه ومؤسس نفسك صح في غيتك وعامل الاصول، ونسبه خسايرك هتبقى قليله 1%، تمام. دي سكه السلامه. سكة الندامة رجالة انك تبقى عامل اي حاجة وخلاص وعايز تطلع تقرف اللي جنبك وتعاكس في اللي جنبك، وعايز تحوش فرد حمام تأكل بيه حمامك والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، ودي بتبقى سكة الندامة. زي ما احنا عارفين يا رجالة، الغية طول عمرها ليها اسس وقواعد، واحسن حاجة في غية الحمام انك لو اتبعت الاسس والقواعد بتاعتها هتفهمها ومحدش هيقدرك. الله اكبر عزيز يا رب رجاله، الكلام على صدق، تمام. الخطوه التانية رجاله، غايه الحمام مش عضلات، غايه الحمام مش عضلات، غايه الحمام يا رجاله دماغ ومخك هو اللي بيشتغل، وبص بتعمل بمخك اللي انت عايزه. وغايه الحمام يا رجاله مش بطوله، غايه الحمام حرفانه. صباحكم جميله رجاله، ويا رب الرساله توصل.